كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن نبأ صادم لجماهير نادي الاتحاد السعودي التي طالبت الإدارة بالتدخل سريعا من أجل التعاقد مع الدولي المغربي سفيان الرحيمي هداف نادي العين الإماراتي الذي لعب دورا بارزا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مع المنتخب المغربي. وحطم سفيان الرحيمي العديد من الأرقام القياسية خلال مشاركته مع منتخب المغرب في أولمبياد باريس، حيث قاده للفوز بالميدالية البرونزية ليسجل المنتخب المغربي أولى ميدالية عربية في تاريخ كرة القدم الأولمبية بعد فوز ساحق على منتخب مصر بنتيجة 6-0 في مباراة تحديد المركز الثالث. كما وأحرز النجم المغربي 8 أهداف ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في مباريات البطولة كاملة خلال نسخة واحدة. وذكر الإعلامي البكيري عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف التعاقد مع النجم المغربي هداف منتخب المغرب ونادي العين الإماراتي، مقدما عرضا مغريا لنجم الأولمبياد الذي تبلغ قيمته السوقية أكثر من 8 ملايين يورو، وينتهي عقده في يونيو 2025.